دكتور، هل الجزائر يمكن أن تتعلم مما جرى في سوريا، في العراق، في ليبيا؟ هل يمكن أن يكون الدرس أقل صعوبة مما كان عليه في الدول الأخرى؟ هو كذلك. أولا عندهم دولة قوية، اثنين الشعور الوطني عالي، ثلاث انتمائهم للقضايا العربية كبير، أربعة مثقفين، خمسة متفاعلين مع الغرب لأنه كثير بيسافروا على فرنسا وأوروبا ومتطورين، وستة الأهم بأنهم ظلوا حموا أنفسهم من ما يسمى فيروس الربيع العربي، وكادت في بعض الجبال أن تظهر داعش وتبدأ، لكن حسموها وهم جبارين. احنا كان أبو عمار يقول الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، احنا جبارين صغار، الجبارين الكبار الجزائريين جبارين لما بيقفوا مع فلسطين بيقفوا مع فلسطين. وبدي أعيد لك، أنا لما كنت في بودابست شو كانت لي السفيرة الفلسطينية، أعيد لك إياها وأنا ذكرتها هون في الحصاد، ذكرتها لك عبد العزيز. رحت قلت لها يا سلام معك مرسيدس لسفيرتنا، الله يخلي لنا إياها وتحياتنا إلى السفيرة أنطوانيت. قلت لها في مرسيدس معك؟ قالت لي لا والله مش منه. قلت لها من مين؟ قالت من الجزائر. قلت لها كيف يعني من الجزائر؟ قالت لي السفير الإسرائيلي في بودابست نزل سيارة مرسيدس. الجزائر قالت عار على العرب الإسرائيليين يكون مع سفيرة مرسيدس، وسفارة فلسطين ما فيها مرسيدس، نزلوا مرسيدس لفلسطين. كل الاحترام. مش للسفيرة، نزلوا لفلسطين. قال ما فشرت إسرائيل يكون معها مرسيدس ويكون مع فلسطين أقل منها. شوف أنت مستوى، أنت تخجل وتسكت أمام نضالات وأمام تقدمية وأمام عظمة الجزائر. والله بأحاسيسنا ووجداننا وقلوبنا نتمنى